أعزائنا المتابعين، أهلا بكم إلى جديد الأخبار. أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس على تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببلدية بالراقي بالعاصمة تحسبا لاحتضان مباريات الشان. وكان في استقبال الرئيس تبون الفريق أول سعيد شنقريحة ووزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى ولي العاصمة، كما كان في الاستقبال رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم جهيد زفيزف، إضافة لرئيس الكاف باتريس موتسيبي ورئيس الفيفا انفانتينو وحفيد الزعيم الجنوبي افريقيا الراحل نيلسون مانديلا. من جهته تابع رئيس الجمهورية عرضا مصورا حول الملاعب الخمس المغطاة، كما تابع عرضا مصورا حول ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة. هذا وكشف رئيس الجمهورية عن مستجدات ملاعب الدويرة 5 جويلية وكذلك تيزي وزو. وتطرق الرئيس تبون لهذا الأمر في لقائه بالإعلاميين، حيث قال أن ملعب الدويرة سيكون منشأة رياضية تابعة لنادي مولودية العاصمة. تاع دويرة هو في الواقع تاع المولودية، نقول تاع دويرة تاع مولودية العاصمة. أما بخصوص ملعب 5 جويلية التاريخي، قال الرئيس إن هذه المنشأة ستعرف عملية ترميم في المستقبل تستهدف توسعتها، وأيضا إمكانية تغطية الملعب إن سمحت الدراسة بذلك. عندنا التوسعة نتاع 5 جويلية إن شاء الله باش نكمل كاع القران ونغطي منه قدر المستطاع على حسب تقنيات. فيه تقنيات اللي تسمح ربما بدون ما نمس الشيء اللي موجود باش نغطي ان شاء الله. من جهة أخرى، أدلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو مساء الخميس بأولى انطباعاته الإعلامية بعد قدومه إلى الجزائر. وقال رئيس الفيفا إنه سعيد بزيارة الجزائر، وقد حضر حفل تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببالراقي في انتظار إعطاء إشارة انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحليين مساء الجمعة. Je suis heureux d'être arrivé à Alger où je vais participer à l'inauguration du stade Nelson Mandela tout à l'heure, ainsi que rencontrer le président de la République et bien sûr la communauté du football africaine et algérienne. وتقدم إنفانتينو بتشكراته إلى رئيس الجمهورية الذي خصه باستقبال حار ماء وطأت قدمه أرض الجزائر. واختتم جياني انفانتينو ظهوره الإعلامي المقتضب بترديد العبارة الشهيرة للجمهور الرياضي الجزائري ب 1 2 3 Viva l'Algérie. Et bien sûr demain avec le CHAN qui va débuter, aussi un moment important pour le football africain. Merci beaucoup à tout le monde et comme est-ce qu'on dit en Algérie, 1 2 3 Viva l'Algérie. Allez, ciao.